حتى لا تقع في الحرام. سعودية ثرية تعرض 1,330,000 دولار لمن يتزوجها وينقذها من العنوسة. شرط واحد يجب توافره في العريس: اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك. مثل شعبي قديم طبقته إحدى النساء في السعودية بعدما قدمت امرأة شابة سعودية شديدة الجمال عرض للزواج منها، لكنها وضعت شرط وحيد للقبول بهذا الزواج. لكن يوجد سر وراء عرض الفتاة السعودية نفسها للزواج. فإيه هو السر ده؟ وإيه الشرط اللي وضعته هذه السيدة؟ موقع العربية السعودي كشف عن عرض الزواج المغري والشروط الواجب توافرها في العريس، وقال في موقف وصفه البعض بالغريب: أعلنت سعودية ثرية عن مبلغ مالي قدره 1,300,000 دولار أمريكي، أي ما يساوي 5 مليون ريال سعودي، وده لمن يقبل بالزواج منها بشكل رسمي أو زواج مسيار. السيدة قالت في طلبها الزواج إنها لجأت للعرض ده بعد أن تجاوز عمرها 30 سنة، وخايفة إن يفوتها سن القطار وهي مشغولة بالتجارة وجمع المال. أضافت السيدة بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: أنني في الوقت الحالي أفكر بالزواج، ويعد الهاجس الأول بالنسبة لي، والسبب أنني لم أوفق في الاختيار عندما تزوجت في المرة الأولى، وده قبل 3 سنين، وكان سبب طلاقي إن زوجي الأول كان يطمع في مالي. أما الآن فلا يهمني إذا كان زوجي المستقبل يبحث عن المال أم لا، كل ما يهمني أن يقدر العشرة الزوجية ويمنحني كل واجباتها. أكدت إنها جاهزة ومستعدة علشان تتجوز مسيار وتعطي من يتزوجها 1,300,000 دولار أمريكي، شرط أن يسكن في بيتها وأن يقوم بالموافقة على جميع الشروط التي وضعتها في هذا الزواج. أوضحت إنها تبلغ من العمر 33 عام وعلى قدر كبير من الجمال، وتسكن في محافظة جدة، وإنها ترحب بأي رجل يقبل الزواج منها. وطلبت السيدة من يريد التقدم للزواج منها أن يرسل رسالة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويضع فيها رقم هاتفه الشخصي وعمره لكي يتم الاتصال به في حال الرغبة بالزواج. هذه السيدة أظهرت مطالبها في وسائل إعلامية أكثر من مرة، وعادت وجددت هذه المطالب الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أثارت هذه الفتاة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إن عرض الفتاة نفسها للزواج على مواقع التواصل الاجتماعي أمر غير مألوف في المجتمعات العربية وخاصة الخليجية. وعبر كمان مغردون عن اندهاشهم من عرض الفتاة حيث لم تحدد أي شروط تانية، ولا تعد هذه المرأة هي الأولى التي تقدم هذا العرض العجيب، فقد سبق وعرضت سيدة أخرى مبلغ مقارب لهذا المبلغ منذ فترة مقابل إنسان يقدر الحياة الزوجية. زواج المسيار أو زواج الإيثار هو زواج ومصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول الخليجية، معناه أن يعقد الرجل المسلم زواجه على امرأة عقدا شرعيا مستوفي الأركان، توافق الزوجة على التنازل عن السكن والنفقة. وزواج المسيار غير محلل بشكل كامل عند أهل السنة والجماعة.